ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الشيش طاووق. هنعمله بطريقه سريعه وسهله وجميله قوي، والطعم طبعا وريحه ما اقولكوش عليه. لو اول مره تابعيني، انا اسمي ضحى من مطبخ دودو. لايك وشير للفيديو لو عجبك، والاشتراك الجميل بتاعك في القناه اللي هينورني بجد ويفرحني قوي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. ده شكل الشيش بعد التقديم، وده شكله هو لسه في السيخ بتاعه. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي، ويلا بينا. اول حاجه هنعمل هنجيب صدر فرخة. انا كنت جايبة فرخة 2 كيلو ونص. بدأت ان انا اخد الصدر بتاعها واقطعه قطع صغيرة. انا بحب الشيش يكون قطع صغيرة كده، لو عايزة تكبري براحتك جدا. هنبدأ نجيب التوابل عبارة عن ايه؟ نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، بابريكا، كاري، توم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشفة، شطة لو عايزة. وطبعا بهارات الشيش حطيت معلقة، والبابريكا حطيت معلقة، والباقي كله نص معلقة. والملح بقى طبعا ده حسب رغبتك انتي، والشطة برضو حسب رغبتك انتي. انا برضو حطيت نص معلقة شطة علشان تديله نكهة حلوة قوي. هنبدأ بقى ان احنا نحط معلقة دبس رمان. لو مش متوفر دبس رمان، حطي معلقة عسل اسود، هتدي برضو طعم جميل جدا للشيش. ولو عندك صويا صوص حطي برضو نص معلقة، هتفرق معاكي في الطعم جدا. هنبدأ ان احنا نقلب المكونات بتاعتنا شوية مع بعض. ونبدأ بقى نحط معلقة كوباية زبادي، يعني ناخد من الكوباية كده معلقتين، او نحط الكوبايه كلها براحتك، او وش لبن او قطعه قشطه، مفيش اي مشكله. انا كان عندي وش لبن في التلاجة ضفته. وبدأت بقى اقلب، وحطيت طبعا الملح انا حاطه نص معلقه. ملح ده حسب رغبتك زي ما قلتلك. هنبدأ نقلب كويس، ونبدأ نحط معلقتين زيت كمان، ونسيب بقى الفرخة الصدر بتاعنا يعني ايه ياخد من التتبيلة كده لحد بس ما نقطع الخضار بتاعنا اللي احنا هنسوي بيه الشيش. مش هنطول، يعني حوالي ربع ساعة. عايزة تزودي عن كده براحتك، عايزة تعمليه من قبلها بيوم برضو براحتك. تمام، بس يعني هي مش هتفرق طالما حطينا الدبس الرمان وحطينا بهاراتنا وحطينا بهارات الشيش. طبعا الطعم هيبقى جميل جدا. هنبدأ نجيب الخضار، الفلفل الألوان والطماطم والبصل. أنا جبت الفلفل الألوان أصفر وأحمر وأخضر، قطعته قطع مربعات كده. وطماطمية واحدة قطعتها مربعات صغيرة، والبصل برضو شرايح كده صغيرة. المهم ان كله يبقى زي بعضه. هبدأ بقى ان انا اقطعهم كده كويس، وبعد كده هبدأ ان انا اشغل الفرن الكهربائي على اعلى درجة. ولما ادخل الصاج بتاعي في الفرن، او الشيش يعني عامة في الفرن، ابدأ ان انا اوطي لدرجة 200 عشان خاطر يستوي بقى براحته، والصدر بتاعنا يستوي براحته. انا كده قطعته قطع مربعات كلها شكل واحد، حتى البصل برضو بنفس الحجم. وهبدأ بقى ان انا اجيب العود الخشب ده. بيجي منين؟ ده بيجي من اي محل رفايع ادوات منزلية. ومش غالي على فكرة، ده ب15 جنيه، بيبقى حوالي 50 عود ب15 جنيه، مش غالي خالص. هيقعد معاكي كتير، وكمان اصلا العود الواحد بتستعمليه اكتر من مرة. بس ده بيعوز النار اللي هي الكهرباء، زي الفرن الحراري كده. انما فرن غاز اللي هو نار، لا طبعا هيتحرق منك. لو هتدخلي في الفرن الغاز، يبقى لازم يكون سيغ من اللي هو الحديد. تمام. كده هنبدأ نعمل بقى الكمية بتاعتنا واحدة واحدة كده. لو عايزة تضيفي اكتر من قطعة وتكبري قطعة اللحم فيها، مفيش اي مشكلة. لو عايزة تصغريها زي كده برضو بتبقى حلوة قوي، وطبعا بتاخد معاكي كتير. انا بحب لما اقطع الشيش اصلا بتكون القطع بتاعته بالشكل ده صغيرة كده، بتبقى احلى. وكمان على فكرة بتفضل زي ما هي، يعني مش بتخس مننا ولا حاجة. ده الشكل النهائي يعني للصيغ. هبدأ بقى ان انا ارصه كله زي بعضه ونفس الشكل ونفس اللون تدريجي كده، عشان يبقى الشكل النهائي حلو. طبعا زي ما قلتلكوا، انا في الوقت ده هكون مشغلة الميكروويف على درجة حرارة عالية. ولما يدخل النار هتوطى لدرجة 200. ونسيبه بقى براحته لما نلاقيه خلاص الوش اللي فوق بدأ يدبل، وبدأ ياخد وش احمر كده وجميل، نبدأ نديره على الوش التاني. ولازم يكون تحت الشواية كده الصاجة، علشان خاطر لو اي سوائل نزلت تنزل على الصاجة. وهنبدأ بقى ان احنا نرصهم كلهم بالشكل ده، علشان الشكل النهائي يطلع حلو معانا. وطبعا بعد ما خلصت انا بعد ما استوى معانا، هو خد بالظبط ساعة الا ربع في الميكروويف، على الوش ده وعلى الوش ده.
هبدأ ان انا اجيب بقى قطعة فحم لو حابة مش حابة خلاص قطعة فحم حطيتها في قشرة بصلة وبدأت ان انا احط عليها نقطة زيت ودخنتها كده في الميكرويف قفلت الميكرويف عليها عشان تدينا ريحة ان هي مع الفحم. الصراحة الريحة تجنن الشكل حلو قوي والطعم احلى واحلى واحلى. اتمنى انه فيديو النهاردة يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه وتقولولي رأيكم ايه في التعليقات في الكومنتات على اليوتيوب. وشكرا على المتابعة وان شاء الله اشوفكم فيديو قريب تاني وبألف هنا وشفا.